في بدايات عام 1800 ميلادي الدولة العثمانية كانت محاصرة المدينة المنورة، فالجيش التركي استيسر له رجال اسمه زايد الحربي. طول سجنه ما طلعوه، أبطى الرجال. يوم أبطى في السجن راحت أمه ونخت الشيخ راشد بن تنباك الحربي. يوم جات لنا المجلس مليانة تصيح: تكفى يا راشد، تكفى يا الشيخ راشد. قال: عندك وش علمك يا مرة؟ قالت: علمي كذا 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 والولد ما طلع. قال: ابشري بعزك باذن الله اني اعود لك. وينادي في ربعه وما يقربون الركائب ما يوجهون لطراف المدينه. كان فيه مخفر للاتراك، مخفر الحفيره اسمه، اقرب نقطه للسكه الحديديه للمدينه المنوره. فكان القطار جاي من الشام متوجه للمدينه المنوره. يوم انهم قربوا للمخفر حق الحفيره قال الشيخ راشد: يا الربع، اللي جاي معنا يباله غنايم، ترى ما احنا في غزو، حنا جايين نخطف عسكر اتراك، نبى نطالبهم في زايد الحربي. فهجموا الرجال، توجهوا على مخفر الحفيرة وهجموا عليه، واخذوا العسكر ما ذبحوا منهم احد، استيسروهم وارسلوا مناديب قالوا: سلموا لنا زايد الحربي نسلم لكم العسكر الاتراك سالمين غانمين. هذا معاهده. والجيش التركي رضخ للامر الواقع فسلمهم زايد الحربي سالم غانم. قال: ارسلوه لامه. يقول الشيخ راشد. فغنى الشاعر هديب الحربي يقول: لي ربيط حالته البيبان دونه، قاعد نتنه على جمر الملايل، صاحت امه يوم قلت كل حيله، صاحت امه ثم دنينا الاصايل. اشهد ان الشيخ ما غيره دليله، واشهد ان الفعل يكعم كل عايل. لجت الدنيا بعد سون الحفيره، من فعول الشيخ هولت القبايل. هذه قصتنا. السلام عليكم.